سامسونج في 2025 مش ناوية تجيبها لبره، وحتى دخلت 2026 واضح ان سامسونج هتاكل السوق كله السنه دي. قررت تنزل في فئه الاي جهازين هيقلبوا الدنيا وهيغيروا لك اللعبه من الاخر في الفئه الاقتصاديه، الاي 07 والاي 17. ليه بنقول كده؟ بنقول كده لان جهاز زي الاي 07 اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده بيقدم امكانيات مش موجوده في الفئه دي، فئه ال 7000 جنيه. مفيش تليفون تقدر تجيبه او تعتمد عليه زي الاي 07 اللي نزل جديد من سامسونج. مع معالج الهيليو جي 99 هتاخد اداء شبه متوازن في مهامك اليوميه. اكيد طبعا تليفون اقتصادي ما تستناش منه اداء رهيب او العاب او تليفون اقتصادي يديك ادائك اليومي، شويه فيسبوك، شويه انستجرام، شويه ابلكيشنز كده خفاف، بس مع مكالماتك ودنيتك تمام، مع بطاريه 5000 ملي امبير وسرعه شحن 25 واط. يعني نقدر نقول متوسط سامسونج اللي بيتقدم دلوقتي، او ده الطبيعي او الستاندرد. ممكن تلاقي في شركات صينيه سرعه شحن اعلى، بس انا برضو برجع وبقول ان سوفت وير سامسونج على مستوى الاستخدام مختلف شويه. بس برضو اعمل حسابك ان تليفون فيه السوفت وير ده اللي مليان فيتشرز ده محتاج ان انت تبقى طويل بالك عليه شويه. يعني وارد ان يبقى فيه باجز هنا او هنا بحكم ان الجهاز امكانياته برضو يعني بتزق مع السوفت وير الكبير ده، خصوصا ان هو هينزل بواجهه ال1 يو اي 8 على طول. بس في ميزه التحديثات اللي هتاخدها، ال7 سنين تحديث واصلين للجهاز ده. معرفش بجد ازاي سامسونج هتقدر توعد الوعد ده وتنفذه، بس اهو موجود وهتاخد تحديثاتك 7 سنين. فانت هنا بتاخد عمر طويل للجهاز برضو، غير ان ده اسم سامسونج. ده غير كمان ان الشاشه هنا 90 هرتز، يعني بتاخد تجربه شبه متوازنه في كل حاجه. الوان مع شاشه اموليد اكيد 6.7 بوصه، وهو ده اللي بيصبرك على ابعاد الشاشه الغتته اللي ممكن ما تبقاش الطف حاجه. ننقل الكاميرات بقى، والجهاز بيجي بكاميرتين خلفيتين، الاساسيه 50 ميجا بكسل، والثانيه كده كاميرا ثانويه 1.8 ميجا بكسل معموله لحسابات العمق. يعني نقدر نقول ان الاساسي بتاعها هو كاميرا، الثانيه حاجه بتساعد الكاميرا الاولانيه. وبتيجي الكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل هتديك نتائج مرضيه في سعره. يمكن انا اكتر حاجه بتنرفزني في الاجهزه الاقتصاديه من سامسونج وهي التصميم. لسه لحد دلوقتي الابعاد قديمه قوي، قديمه قوي، مش قديمه سنه او سنتين، لا انت بتتكلم انها قديمه من مثلا ايام ما كان الاي 50 موجود. احنا النهارده في الاي 57، يعني من 6 7 سنين. جهاز كويس جدا، جهاز يعتمد عليه. وفكر فيه لو محتاج جهاز ثانوي او عندك حد كبير في السن محتاج جهاز يبقى استخدامه فيه بسيط، وتقول لنا بجد هي سامسونج ناويه تعمل ايه السنه دي. كان معاكم حازم تيك فيو، ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.